انا الفرحان بيكم جدا وانتم منورين، وان شاء الله يا رب تبقى دوره ناجحه. وانا النهارده يعني فخور ان انا موجود وسطكم، خصوصا انها دوره بتحمل اسم الفنان الكبير الاستاذ عادل امام، فنان اثرى الحركه الفنيه في مصر بتاريخ طويل من يعني الاعمال اللي لسه هتفضل عايشه طول عمرنا ان شاء الله. وجود اسم عادل امام على افيش المهرجان هو تكريم للمهرجان، فاحنا كلنا فرحانين بيه. الشيء الجميل في الموضوع كمان انه كل المكرمين النهارده من الناس اللي لسه ربنا يمد في عمرهم يا رب لسه عايشين، لانه كان بيعاب على موضوع التكريم انه دايما بيبقى يعني للفنان بعد ما يتوفى، فدوت دايما كان الفنان ما بيحسش هو قد ايه المجهود اللي تعب فيه، قد ايه في تكريم لتعبه وشقاه طول حياته. النهارده بنشوف الفنان صلاح عبد الله، الاستاذ محمد محمود، الاستاذ محمد ابو داوود، فنانين عظماء النهارده ان شاء الله هنشوفهم وهم بيكرموا وهنشوف فرحتهم وهنعيش معاهم الفرحه ديت. فان شاء الله يا رب تبقى دوره ناجحه، وباذن الله يا رب العروض اللي بتقدم كمان تبقى مجموعه من العروض الجميله اللي الناس كلها تنبسط بيها. الجمهور دايما بيسال احمد عبد. انا موجود، انا الحمد لله انتهيت من تصوير مسلسل حرب الجبالي، اخراج الاستاذ محمد اسامه وتاليف الاستاذه سماح الحريري، وبطولة الفنانين أحمد رزق وصلاح عبد الله والفنان رياض الخولي، فردوس عبد الحميد، سوسن بدر، مجموعة جميلة جدا من الفنانات، كمان هبة مجدي و يعني نسرين أمين، مجموعة كانت جميلة جدا. فإن شاء الله المسلسل مقرر إنه يعرض قريب جدا. وبجسد فيه شخصيه كده دمها خفيف. لا، ما انا مش هقول بقى عشان يعني تتفرجوا عليها. انتوا بقالي كتير قبل ما يعني يوم ما اجي امثل شخصيه واجي احكيها لكم الاول. ان شاء الله باذن الله بشارك في فيلم عصابه عظيمه، بطوله الفنانه الجميله الاستاذه صاحبه السعاده سعاد يونس، واخراج الاستاذ وائل احسان، وبطوله الفنان محمد محمود. يعني بيكرم النهارده